السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة باذن الله هنعمل وصفة حلوة قوي. الوصفة دي من الشام، لبنان، سوريا، الاردن. الوصفة دي حلوة قوي، عبارة عن بتنجان مقلي وبطاطس مقلية وكده وسلطة خفيفة كده. تعالوا معانا نشوف المقادير شكلها ايه. تزيين وزبادي زي ما انتم شايفين كده، 2 و5 فصوص توم، وده ليمون مع خل، ليمونه ومعلقتين خل ومعلقتين طحينه وكزبره خضراء ودقيق ونعناع وحمص وسوداني حمرته في السمنه او في الزبده او في الزيت. بيتعمل بالصنوبر، بس الصنوبر غالي جدا في مصر، فاستحاله ان احنا نعملها يعني. بتنجان قطعته كيوبس كده، والتوابل بتاعي زي ما انتم شايفين: كمون ناعم وكمون حب وسماق وفلفل اسود وملح وبطاطس قطعتها برده كيوبس. وده العيش، عملت في العيش ايه؟ فتحته زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا لما بنقلي العيش بيتعبنا جدا، فانا قررت ان انا اعمله في فرن البوتاجاز. دهنته بس كده، فتحت العيش ودهنته وش وظهر، وهقطعه بالمقص بتاعي كده، وهحطه فين؟ في الفرن، على صينيه في الفرن، اسيبه في الشوايه يتحمر. بس هقطعه زي ما انتم شايفين كده اهو كده. هحمر بتنجان بالدقيق، احط كده الدقيق هنا عشان ما يعفرليش، واقوم واخده شويه ملح صغنطاطين كده، وشويه فلفل اسود وشويه كمون، واقلب، واقوم حاطه البتنجان بتاعي هنا كده. كده ابدره كده، لازم يتبدر بالدقيق. اما بتبدريه بالدقيق بيعمل طبقه كده من بره ناشفه شويه، وبتبقى حلوه قوي، ما بيخلوش يتهرى، خليه كريسبي من بره كده. ماشي. والبطاطس ممكن تعملوها كده وممكن ما تعملوهاش كده، مش هتفرق في البطاطس، بس البتنجان لازم زي ما انتم شايفين كده تبدروه وبعدين نحمره كده. حبايبي انا هعمل ايه؟ بنتي ما بتاكلش الثوم الني، بتتضايق منه، فانا هعمل ايه؟ هحط هنا شويه ثوم كده، واحط عليه الكزبره بتاعتي، واحط هنا كل التوابل بتاعي كده اهو. ماشي. واقوم حطها على الزبادي بتاعي. هي ما بتحبش ريحه الثوم الني، فانا يا دوبك بس ايه، صفرت حاجه بسيطه جدا. ماشي كده. فضيت الزبادي بتاعي، الفته دي حبايبي شاميه، بس طبعا احنا طالما بنعملها في مصر هنعملها ايه؟ بالحاجات اللي تليق علينا والحاجات اللي عندنا يعني. حطيت الزبادي وهحط عليه الليمون والخل، واحط عليه فص الثوم الصغير ده كده. التوم اللي انا قلت لكم عليها دي، اللي انا صفرتها بس عشان ما يبقاش ريحه الثوم قويه. هفضل اقلب كده عشان يكون شكله كريمي كده، واقوم حاطه الطحينه بتاعي واقلب. دي عامله زي سلطه الطحينه بالظبط، سهله وطعمها جميله جدا. زي ما قلت لكم ان احنا عملناها بالسوداني، لان الصنوبر غالي جدا، عشان محدش يقول انتوا عملتوها بطريقه مختلفه. انا حطيت التوابل والملح وكل حاجه هنا. هاخد شويه من ميه الحمص دي كده عشان يبقى فيه صوص. حطيت العيش بتاعي كده، وهعمل ايه؟ وهسقي كده العيش بتاعي. شفت العيش؟ حطيته في الفرن، ما عملتش حاجه اكتر من كده. هسقي العيش بتاعي كده، احط الحمص زي ما انتم شايفين كده، وهحط البتنجان، هحط البطاطس، وهحط السوداني بتاعي كده
شويه كده نعناع طبعا هحطه هنا كده، كزبره بتاعتي كده، الرمان ما تستغربوش هي كده، هي فيها رمان كده بس كده. احط صوص بتاعي كده، احط السوداني بتاعي. بكده الوصفه بتاعنا خلصت كده حبايبي، خلاص الوصفه بتاعتي خلصت خلاص، واتمنى ان انتوا تجربوها. وطبعا عملتها ايه، مصرتها شويه، خليتها شويه مصريه شويه. اتمنى ان انتوا تجربوها، طعمها حلوه جدا وحاجه جديده علينا ومش مكلفه خالص. يعني انتوا مثلا ايه يوم كده خلاص اخر الاسبوع تعملوها كده فطار غدا عشاء اي حاجه، يعني لانها خفيفه جدا تعتبر زي السلطه كده. اتمنى ان انتوا تعملوا لي سبسكرايب وكومنت حلو زيكم كده، وتشيروا لي الفيديو وفعلوا لي الجرس ان شاء الله عشان يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.